السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهارده هتكلم فيه عن مشكلتي مع اولادي في اللغة العربية. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. طبعا الموضوع دون كان بيطلب قوي كتير مني او بتسأل كتير قوي عن اللغة بتاعة الاولاد وكده، وهم ليه مثلا مش بيتكلموا عربي؟ طب هم بيعرفوا عربي ولا لا؟ الحاجات دي كلها في الموضوع ده ان شاء الله، او في الفيديو ده هتلاقوا يعني اجابه على كل الاسئله، وفي حاجات كتير قوي يعني يمكن تعرفوها لاول مره طبعا، وحاجات من دي. فان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعجبكم. انا هجيب لكم الموضوع من البدايه خالص، معلش مثلا لو الموضوع هيكون طويل شويه، بس عشان اعرفكم الموضوع ده كان ماشي ازاي. اول حاجه، انا لما جيت هنا اليابان ما كنتش بعرف اللغه اليابانيه خالص، فكنت بعرف بس اللي هو اللغه الانجليزيه. طبعا يعني بعرف حاجات بسيطه قوي، اللي هو ازيك، مش عارفه ايه، صباح الخير، صباح النور، شكرا، اللي هو الكلام اللي هو البسيط ده، خدته بس اللي هو من القلم وكده يعني. المهم بعد كده طبعا لما كنت عايشه انا وشون لوحدنا من غير الاطفال، كنا بنستخدم اللغه العربيه بس، اللغه الانجليزيه اقصد. هو ما بعرفش عربي، انا ما بعرفش ياباني، فكنا بنستخدم اللغه الانجليزيه. كانت لغتنا الانجليزيه كانت كويسه جدا. المهم فضل طبعا الموضوع ده لحد بعد كمان ما اللي هو الولاده جه مالك، يعني كنا برضك مستمرين في استخدام اللغه الانجليزيه. طبعا ما كانش في دماغنا خالص موضوع ان احنا نحسب موضوع اللغه وهو هيتكلم بلغه ايه، على اساس ان انا هكلمه باللغه العربيه هياخد اللغه العربيه مني، هو هيكلمه باللغه اليابانيه هياخد اللغه اليابانيه منه، وهياخد الانجليزيه مننا احنا الاثنين كمشترك. طبعا الواحد لما يكون خارج الموضوع غير لما يبقى في الموضوع نفسه. طبعا كنا فاكرين الموضوع بغايه السهوله، انا هكلمه عربي هياخد العربي، وهو هيكلمه انجليزي مش عارفه ايه. الموضوع ده كله كناش عارفين ان الموضوع صعب جدا جدا، اصعب مما نتخيل. المهم طبعا مالك كان صغير لسه، فطبعا ما عرفش طبعا اللي هو التطور اللغه والحاجات دي كلها. كان ماشي كويس، كنت انا بكلمه باللغه العربيه وبالانجليزي، وابوه كان بيكلمه باللغه الانجليزيه تقريبا اكتر. اللغه اليابانيه كناش بنستخدمها قوي في البيت، بس طبعا بقى حماتي وكده لما كانوا بيجوا كانوا بيتكلموا باللغه اليابانيه، بس تعتبر اللغه السائده اكتر كانت اللغه العربيه والانجليزيه. تاني لما بدأ مالك يتكلم حاجات بسيطة قوي، كان بدأ يتكلم حاجات اللي هو مثلا إيه، لا كان بيقولها بالانجليزي. الحاجات اللي كان بيتكلمها كان بيتكلمها بالانجليزي، بس طبعا كان متأخر كتير قوي عن اللي في نفس سنه. المهم فكنت بتابع، طبعا انا كنت قلقانة بتابع طبعا اللي هو التطور والحاجات دي كلها، وابحث في النت والحاجات دي، الاقي ان هو متاخر. طبعا قلت لكم قبل كده ان هنا في اليابان بيعملوا تفحصات، او اللي هو بيعملوا اختبارات للاطفال في عمر اللي هو 4 شهور، وبعد كده سنه ونص. طبعا 4 شهور ده بيبقى لسه ما بيتكلمش، فعادي يعني مفيش اي مشكله. جه عند اختبار السنه ونص لقى ان هو متاخر كتير عن الاطفال اللي اللي هم زيه. بالنسبه للام والاب ان هم لغتين مختلفين، فطبعا بيكون الطفل متاخر عن اللي هو بلغه واحده، ده شيء معروف. فهم طبعا قالوا لا، ده هو هتلاقيه متاخر علشان في البيت في لغتين وكده، او اكتر من لغه في البيت، فده ممكن يكون هو السبب. فما حطوش قوي في الاعتبار موضوع ان هو متاخر شويه عن اللي هو الاطفال في نفس سنه. بدا بعد كده الموضوع ان هو بقى كنا متوقعين مثلا ان هو يزيد في الكلمات وكده، لقينا الموضوع بيزيد اكتر، ان هو ما بيتطورش في الكلام. طبعا بالنسبه اللي هو طفل في سنتين، عنده سنتين، ان هو المفروض يقول جمله فيها كلمتين وكده، ما كانش بيقول اللي هو الجمعه خالص، يا دوبك لو قال كلمه او حاجات بسيطه قوي. بعد كده بقى الواحد طبعا بيقلق، فبروح كل شويه مثلا اسال الحكومه كده، بقى محتارين طب ده مثلا سببه اللي هو لغتين مختلفتين، او مثلا اللي هو تاخر في التطور عنده، او ايه السبب. فبداوا ان هم يفكروا في الموضوع ده. طب وبعدين، طب حاولوا مثلا تتكلموا بلغه واحده في البيت. مثلا انتوا هتقعدوا هنا في اليابان، او انتوا قاعدين هنا في اليابان، تبقى مثلا حاولوا تتكلموا باللغه واحده اللي هو اليابانيه. طبعا احنا مش عايزين ان هو يفقد ميزه ان هو يبقى عنده اللغتين العربيه واليابانيه. في اراء تانية قالت لا، ده هو هيكتسب اللغتين، فخساره ان هو يضيع لغه منهم، ان هو يفضلوا يكلموه زي ما انتم كده، ان هو مثلا بالعربي والياباني والحاجات دي. بدا ان الفرق او ان الفجوه ما بينه وما بين الاطفال اللي في نفس السن بدات تزيد. الموضوع بقى بالنسبه لنا بقى مقلق جدا. المهم رحنا طبعا استشارات كتيره وكده، فبعدين قالوا ده هو محتاج حاجتين. اول حاجه ان هو في البيت نتكلم بلغه واحده بس، واللي هي طبعا تكون اليابانيه، عشان هو عايش هنا في اليابان، هيروح يتعامل مع المجتمع الياباني، هيروح الحضانه اليابانيه، المدارس اليابانيه، الحاجات دي كلها. فمحتاج ان اللي في البيت تكون اللغه اليابانيه هي اللي بنتكلم بها بس، عشان ما نحصلش لخبطه معاه في اللغه. تاني حاجه محتاج ان هو يكون في وسط اطفال. الاطفال بيأثروا اكتر على الاطفال، يعني هو الطفل بيكتسب من الطفل اسرع من هو يكتسب من الكبار. طبعا ان هو يروح الحضانه، في هنا قانون في اليابان ان عشان يروح الحضانه، مش اللي هو بتاعت ال4 سنين، مش اللي هي الروضه بقى، اللي هي الحضانه اللي هو بتاعت رعايه الطفل، اللي هي بتبتدي من اول 6 شهور لغايه مثلا 6 سنين، دي اللي هي الحضانه او الرعايه.
انما الروضه اللي هي بتبقى من 4 سنين لحد بقى اللي هو ما بيروح المدرسه. فعشان يروح الحضانه هنا في اليابان محتاج ان الام والاب يكونوا الاثنين شغالين، معنى كده ان هو ما عندهمش وقت يراعي الطفل، فان هم هيراعوه بدلهم. طبعا بياخدوا طبعا مبلغ، ومبلغ مش قليل يعني. فانا طبعا ما كنتش بشتغل ايامها. طبعا قررت ان انا ابتدي اشتغل، وان انا اقدم ان انا دلوقتي ان انا بشغاله وعايزين نقدم له في الحضانه. وفعلا عملنا اللي هو انا عملت الشغل وكده، وبعد كده قدمنا له في الحضانه. وبعد كده طبعا بيبقى في انتظار، وانتظر دوره وراح. كان راح على تقريبا 4 سنين، عمره كان 4 سنين. طبعا كل ده ما كانش فيه اي تطور في اللغه بتاعته خالص، كان فيه تاخر كتير. ما كانش بيقول جمل يعني لحد 4 سنين ما كانش بيقول جمل، كلمات بسيطة جدا. الانجليزي ما بقاش تستخدمه قد كده، علشان ان هو خلاص احنا هنركز في اللغتين العربي والياباني علشان يكتسب مثلا اللغتين دول. فبدأ ان هو شوني يدخل اللغة اليابانية اكتر، بقى نتكلم باللغة اليابانية، وانا بقيت اتكلم معاه برضك. اتعلمت مثلا شوية باللغة اليابانية بعد اللغة قبل كده، وبقيت ان انا اتطور شوية في اللغة اليابانية، واخدها برضك اكتسبها منه في الكلام. بعد كده لما راح بقى الحضانة في وسط الاطفال، بدأت اللغة بتاعته تتطور، بس طبعا اللغة اللي هي اليابانية. طبعا علشان برضك ان هو لازم ان انا افضل مستمريه باللغه اليابانيه، وابوم باللغه اليابانيه، وكل المحيط يبقى باللغه اليابانيه اللي هي لغه واحده، علشان ان هو كان لسه اكتسابه ان هو باللغه يعني يتطور وكده. بعد كده الحمد لله ان هو تطور في اللغه اليابانيه. طبعا برضك كنا خوفنا المشكله تحصل مع كريم اللي هو مع اخوه الصغير، نفس المشكله تحصل معاه. فبرضك عملنا نفس الموضوع ان احنا نتكلم باللغه اليابانيه. فبقيت انا كمان خلاص انا خدت ان انا بتكلم عن اللغه اليابانيه. طبعا مش بتكلمها يعني باحتراف بقى وكده، بس طبعا انا دلوقتي تعاملي كله مع مثلا مع زوجي ومع الاولاد، مع اللي هو اهل زوجي، باللغه اليابانيه. خلاص انا كمان اتعودت ان انا استخدم اللغه اليابانيه، وبقى عندي زي الروتين كده او حاجه زي الاوتوماتيك كده ان انا بستخدم اللغه اللي هو اليابانيه. طب دلوقتي احنا عايزين ان هو يكتسب اللغه العربيه. دلوقتي هتبقى المشكله في مين؟ المشكله فيا انا اتعودت ان انا اتكلم باللغه اليابانيه تلقائي. فانا دلوقتي بعود نفسي ان انا اتكلم معاهم باللغه العربيه علشان هما كمان يكتسبوا اللغه العربيه. لما بتاخدوا على ان انت اتعودت على لغه واحده، خلاص بتلاقي نفسك انت بتتكلموا تلقائي باللغه دي. بس انا بحاول حاليا، خاصه انا مع امير الحمد لله من ساعه ما اتولد انا هو شغاله معاه باللغه العربيه بس، وبحاول ان انا ما اتكلمش خالص معاه باللغه اليابانيه. ولذلك انا اتعودت ان انا لما بتكلم مع امير ما بتكلمش معاه الا باللغه العربيه. انا عشان انا اتعودت مع مالك وكريم انا بكلمهم من اول خالص باللغه اليابانيه، او فتره كبيره انا بكلمهم باللغه اليابانيه. فخلاص لما بتكلم مع مالك او كريم تلقائي بلاقي نفسي بتكلم معاهم باللغه اليابانيه. مع امير بتكلم معاه باللغه اللي هو العربيه. فطبعا دي مشكله برضو ان انا اوحد لغتي. على فكره دي مش مشكله بالنسبه لي انا بس، لان معظم اللي هم شفتهم هنا او ان انا كنت بكلمهم هنا في اليابان، سواء مثلا هو من كوريا ومتجوزين يابانيين او عرب متجوزين من يابانيين، بتواجههم نفس المشكله ان هم بقى عندهم كمان لخبطه في اللغه. عندهم هم مثلا بيتكلموا لغه يابانيه مثلا مع ازواجهم كده، وبعد كده مثلا يجي يتكلموا بلغه تانية، فبتلاقي اللغه، خاصه لو هما مثلا كانوا بيتعاملوا باللغه الانجليزيه ما بينها وبين زوجها، بعد كده بيتكلم باللغه اليابانيه في نفس مشكلتي، فبتلاقي ان اللغه كلها متلخبطه مع بعضها. وكمان طبعا عشان الاطفال بيروحوا الحضانه، فطبعا معظم الوقت في الحضانه لما بيجوا بالليل بيبقى وقت قليل قوي بيبقوا مشغولين فيه، فالكلام برضك ما بينا مش اللي هو المدة الكبيرة. بس انا عامة حاليا ان انا بحاول ان انا على قد ما اقدر اكلمهم باللغة العربية، ومثلا بقول لهم حاجات باللغة العربية اشوفهم هيفهموها ولا لا. زي ما قلت ان المشكلة دي مش مشكلتي انا لوحدي، في برضك ساعات كانت بتيجي تعليقات انت ليه اولادك مش بيتكلموا عربي، مثلا فلانية او مثلا او كذا كذا بيتكلموا باللغة العربية. ده لان الام والاب اصلا بيتكلموا باللغة العربية، هم اصلا عرب او مثلا غير العرب وبيتكلموا باللغه مثلا واحده، هتلاقي ان اللغه الواحده هي اللي بياخدوها الاطفال. فده طبيعي مثلا لو الام والاب هيتكلموا اللغه العربيه، الاطفال هيتكلموا اللغه العربيه، هيكتسبوا بقى اللغه اليابانيه من المحيط الخارجي. مثلا الاب مش بيتكلم اللغه العربيه فمش بكلمه باللغه العربيه، انا بتكلم باللغه مثلا انجليزي، بتكلم باللغه اليابانيه، فهيكتسبوا اللغه اللي احنا بنتكلم بيها. ممكن ناس تقول لك اللي هي انا عادي يعني ايه يعني ما تتكلم باللغه العربيه، وايه يعني هو يتكلم باللغه اليابانيه. فصل اللغه شيء على فكره صعب جدا، ان انت تفصلي ما بين ان انت تتكلمي باللغه العربيه وتتكلمي باللغه الانجليزي وتتكلمي باللغه الياباني. الكلام ده بيبقى صعب،
الا بقى ممكن تكون بقى من الناس المترجمين بقى، اللي هو يترجم مثلا الفوق ده مش عارفه ايه السياحه، انما تستخدمها في البيت والحياه العاديه وكده، لا ده شيء اصعب مما بتتخيلوا. يعني في ناس بتستسهل اول موضوع، لا الموضوع صعب جدا. انا عن نفسي كنت مستسهله اول موضوع قبل ان انا ما اتحط في الموضوع نفسه. لما اتحطيت في الموضوع لقيت ان هو فعلا صعب جدا جدا يعني. خاصه ان هو كنت اتكلمت ملك في الفتره الاولانيه دي كلها كنت بتكلم بالعربي، بس للاسف ما اكتسبش اللغه العربيه. ممكن حصل له تشوش، هو اللي هم قالوا هنا، قالوا حصل له تشوش يمكن في اللي هو اللغه. ممكن في ناس تانية يمشي معاهم الموضوع كويس، ان الام مثلا تتكلم باللغه والاب يتكلم باللغه، هم الطفل يكتسب اللغتين في نفس الوقت. ده ممكن تحصل مع اطفال، ممكن تحصل العكس مع اطفال تانية. فكل طفل بيبقى له حالته الخاصه، او مثلا اكتسابه قدراته الخاصة. بس كان مالك هو كان متأخر في اللي هو موضوع النطق وموضوع اللغة دون. بس الحمد لله دلوقتي بقى طبعا اللغة بتاعته حلوة قوي، اللي هو اللغة اليابانية، وما شاء الله عليه هو متطور قوي في اللي هو القراءة والكتابة والحاجات دي، فده ما شاء الله متطور فيها. انما موضوع اللغة زي ما قلت لكم كده. بالنسبة لما رحنا اللي هو مصر، قعدنا 3 شهور. في الأول في البداية ما كانش بيتكلم خالص باللغة العربية، أو حتى بينطق أي حاجة باللغة العربية خالص. حتى مثلا اختي استغربت، هو مش بيردد او مش بينطق باللغه العربيه خالص. مثلا قعد فتره كده ساكت ساكت، ما مش بيقول حاجه خالص بالعربي. وفجاه لقيناه ان هو بقى يتكلم، ومش بيتكلم كلمه، لا ده بيقول جمله على بعضها باللغه العربيه. طبعا كلنا انبهرنا واتفاجئنا قوي، فكنا فرحانين جدا. بعد كده لقينا ان هو بيتكلم وبيحاول باللغه العربيه وبيقول جمل، يمكن مش الجمل اللي هو البيرفكت قوي يعني، بس بقى يقول ما شاء الله جمل وعلى بعضها وحاجات كتير، وبقى يفهم اللي احنا بنقول ايه وكده في خلال ال3 شهور دون. فما شاء الله كان تطوره في اللغة العربية في مصر ما شاء الله يعني أسرع كتير قوي ما شاء الله مما تصورنا. بعد ما جينا من مصر وكده حاولت بقى، طبعا كان شون فرحانة جدا وانا فرحانة جدا طبعا، وكنا نفسنا ان هو يستمر في اللغة العربية. طبعا حاولت معانا انا بقى اتكلم بردك باللغة العربية عشان يستمر فيها. فحاسة ان هو لا ده مصر انا بتكلم باللغه العربيه، انما انا معاكم انا بتكلم باللغه اليابانيه. بقيت افهمه انا بتكلم عربي، انت برضك تتكلم عربي زي وكده. وبقيت مثلا احاول انا بشجعه، اقول له مثلا لو هتتكلم بلغه عربيه انا هجيب لك مثلا كذا، يعني تحفيزات وكده. ね、アラビックモードで言ってるって。はい。モードもう一回お願いします。はい。マサラーマン。マサラーマン。はい。本当だ、マサラーマン。これアラビックだよ。アラビック？マサラーマン。طبعا الموضوع برضك مش اللي هو بالسهل كده يعني، بس انا بحاول دلوقتي انا بتكلم باللغه العربيه على قد ما اقدر. ويا رب واتمنى ان شاء الله ان هما يكتسبوا اللغه العربيه. يمكن كريم بيردد ورايا الكلمات، يعني مثلا اقول له حاجه يقول نفس الكلمه، حتى لو سؤال بيردد نفس السؤال. مالك هو بيبقى صامت شويه، بس يمكن هو عنده امل يعني ان هو يكون صامت دلوقتي مثلا، ما بيرددش ورايا او مش بيقول الكلام بالعربي. بس بعد كده هيفاجئنا برضك زي ما فاجئنا في مصر كده، وان هو يتكلم باللغه العربيه جمل وحاجات من دي. بس امير ان شاء الله عندي امل بقى باذن الله، يعني امير طول ما انا هكلمه باللغه العربيه وكده ان شاء الله يكتسب من اللغه العربيه ومن اخواته، خاصه ان هما بيتكلموا مثلا ياباني وكده، والاطفال بتاثر على الاطفال اكتر ياخدوا منهم اللغه اليابانيه. ويا رب يعني الموضوع ده يمشي بالسهل يعني. وعلى فكره في ناس كتير قوي كانوا مسافرين بره مثلا وكانوا بيتكلموا اللغه مثلا الانجليزيه بس او كده، وحتى لو في سن كبير جم مصر او كده وتعاملوا مع المصريين وقعدوا فتره في مصر واكتسبوا اللغه العربيه واكتسبوها، يعني ما شاء الله بيتكلموا عربي عاميه، يعني مش بيتكلموا مثلا اللي هو المكسر والمقطع والحاجات دي، لا بيتكلموا كانهم عشان طول عمرهم في مصر. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناه. هتلاقوا قناه اختي، قناه رسمس اكتنج، بتقدم فيديوهات كوميديه مضحكه وفيها مواعظ وحاجات حلوه قوي. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وشكرا لكم، ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء، باي باي.